عملتلوش حاجه، هو اللي بالزربن عليا عمال على بطال. حقه ينفسي، الراجل مننا بيحب الضرب اللي في بيته عشان يفرض اشاخته. طب اعمل له اكتر من كده، ده انا قايله صوابع ال10 شمس ومش عاجبه حاجه. يا بنت ده كاريزما، احنا كرجاله ما ينفعش يعجبنا حاجه عشان نبان كاريزما. تجدع في كاريزمتكم يا شوقي، والله ده مطلع عيني، عاوزني خدامه تحت رجله، ده حتى مش عاوز يعمل لنفسه كوبايه شاي. انت اتجننت في مخك يا بنت ولا ايه؟ انت عايز راجل ماله هدوم ويقوم يخدم نفسه؟ وماله يا اخويا، ده كسول لي يسلكم، امال انا اللي اخدمكم. طب انت عندك سندس مراتها ايه؟ تستجري حتى مجرد استجراء بس كده تقول لي هات لي كوبايه ميه؟ ده انا كنت اكومها في شكرها وابعتها لابوها. يا اخويا كتر خيرها يا سندس، والله انها مستحمله جليح في زيك. بس اسكتي بقى بانها جايه بره ايه؟ قفلي على الكلام. اهدي نفسي الكبسه عندني وحشاني يا بنت. وانت كمان وحشاني والله يا سندوسه، بس انا زعلانه منك قوي. احسن تدي البلا في شكلك. لا بس يا نفوس، ربنا ما يجيب زعل. لا والقران زعلانه منك، فاكره لما قلت لك انت ايدك ناعمه وقشخه كده ليه؟ فاكره، حتى قلت لك اللي بيبهدل ايد الست وغسيل المواعيد. كويس انك فاكره، كنت فاكرك هتنكري. فاكره بقى يوم ما سالتك بتستخدمي ايه في غسيل المواعين وقلت لي بستخدم شقشقه؟ وماله فيها ايه يعني؟ لفيت على كل محلات المنظفات اسال على مسحوق شقشقه، لفيت الدنيا كلها مش لاقياه، يعني انت بتسوحيني في الفاضي ومش عايزه تقولي لي على السر. يخيبك يا نفوس، شاشوه ده دلع اخوك، اصلي هو اللي بيغسل المواعيد.